كان يا مكان بلاد الحكمة والأمثال. كاين مثل مغربي مشهور بزاف كيقول: الشخص كالعريان خاتمة مولاي. خاتمة مولاي هادي كلمة بسيطة فيها واحد الضغط كبير على الناس اللي كينساو الضروريات كيبغيو يعيشوا بالمظاهر. المعنى واضح: العريان اللي ما عنده ما يلبس، آخر حاجة خاصو يفكر فيها هي الخاتم. ولكن في الحياة بزاف ما كيديروش بحالو بلا ما يحسو. واحد كيمشي كيشري تليفون غالي هو ما عندوش حتى باش يخلص الكرا. واحد كيدير عرس خيالي هو ما عندوش حتى اساس الحياة. واحد كيمشي يصفر غير باش يصيفط تصاور في السوشيال ميديا ويبان انه عايش مزيان، ولكن الحقيقة كنا كنطيحو في هذا الفخ ديال الكماليات اللي ما كتزيدنا والو في السعادة الحقيقية. حكى أن واحد الراجل من دوار بسيط سميتو العربي كان معروف أنه ديما باغي يبان أحسن من الناس وما كيعجبو يعيش بالبساطة. البساطة آخر حاجة عنده هو هي البساطة، ما تعتبرهاش وما تعترفش فيها، كيبغي كلشي يكون زوين ولامع. واحد النهار من الأيام مشى للسوق وشاف واحد الخاتم كيضوي في الشمس، عجبو بزاف وسول العطار: شحال هاد الخاتم مولاي؟ جاوب العطار: هاد الخاتم مولاي مصنوع بإتقان وغالي شوية. العربي ما فكرش، باع واحد الخروف اللي كان غادي يبيعو باش يتقدى للدار وشرا الخاتم. رجع للدوار لابس الخاتم كيتفتخر به قدام الناس، والكل كيشوف فيه ويقول: ها هو العربي ولا من الناس الكبار. ولكن ملي جا الليل ورجع للدار ما لقى خبز ما لقى عشا. مراتو شافتو قالت ليه: واش الخاتم غادي يشبعنا؟ واش غادي يدفينا في الشتا؟ سكت عربي وشاف الخاتم اللي في يدو وتفكر داك المال اللي ضيع وقال فراسو: بصح انا بحال داك العريان اللي شرا خاتم مولاي. من داك النهار فهم ان المظاهر ما كتغني والو، وان اللي باغي يعيش في الخير ويعيش بخير وعلى خير يبدا بالاساس قبل الزينه. هاد القصه ماشي غير حكايه، راه مرآة للواقع ديالنا اليوم، حيت في زمن السرعه والسوشيال ميديا بزاف ديال الناس كيبغيو يبانو اكثر من ما عندهم ولا يبينوا بكثر من ما عندهم. يبان عنده وما عندوش، يعيش فوق طاقته باش يرضي عيون الناس، ولكن كينسى يرضي نفسه. اللي خاصنا نفهمو من أن السعادة ماشي في مظاهر، ماشي في الثمن ديال الحوايج ولا في عدد اللايكات. السعادة كتجي من القناعة والرضا ومن التنظيم والتدرج في الحياة. ماشي عيب نحلمو ونطمحو، لكن العيب ننسى الواقع ديالنا ونديرو أفعال فوق قدراتنا. واخا المثل القديم مازال صالح حتى لزماننا هذا، راه اللي ما عندوش باش يلبس ما خصوش يشري الزينة، واللي ما عندوش الأساسيات ما خصوش يتبع بالكماليات. أما الظاهر كتدوم لحظة، ولكن الراحة كتجي مع التوازن والعقل. المثل كيبقى درس مفتوح: عيش باللي عندك وطور حياتك خطوة بخطوة، وما تخليش حب الظهور يضيع عليك الطمأنينة ديالك. وفي كل مرة تلقى راسك باغي دير شي حاجة غير باش ترضي الناس ويشوفوك الناس بأنك بخير، تفكر هذا المثل الشعبي اللي يقول: الشخص كالعريان خاتم مولاي.